طريقة جديدة للكرنبيت، طريقة تحفة تجنن. بصوا الجمال، ومش مقلية وفي الفرن، يعني لا هنستهلك زيت ولا هنتعب نفسينا في القلية. بصوا تحفة جميل. يلا بينا اوريكم عملته ازاي. حلو قوي. هنبتدي بقى ننزل بالمكونات بتاعتنا. عندنا كيلو كرنبيت حطيناه، هنهرسه بقى هرسه كده كويسه اهو. خلاص هرسناه هرسه كويسه قوي. نبتدي بقى نحط المكونات بتاعتنا عليه. عندنا هنا كوبايه جزر مبشور، عندنا هنا 4 معالق دقيق، 4 معالق بقسماط، بقدونس، بصلايه، وادي البضايه بتاعتنا. وفي بقى البهارات: ملح، فلفل اسمر، كزبره، بابريكا. ونقلب كل المكونات دي مع بعض، نقلبه بقى مع بعضه. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا ونحط بقى فيها زيت، ندهنها كده دهنه زيت خفيفه. على فكره الطريقه دي حلوه قوي للناس اللي ما بتحبش الزيت الكتير، فبدل ما تقليها بقى وتتعب نفسها، لا هتبقى حاجه بسيطه وهتبقى حلوه. اهو دهناها كده اهو. ندهن ايدينا بقى بالزيت. بصوا دهنا ايدينا ازاي. ناخد بقى بالمعلقه اهو كده، بصوا اهي بالشكل ده، ونرص في الصينيه اهو. نجيب بقى تاني اهو كده، نحطه في ايدينا. بصوا اهي، بططها كده ونرص في الصينيه. ومش بتاخد زيت طبعا زي ما تقليها وهتاخد زيت معاكي كتير، لا اهي. وهتحبيها قوي والولاد كمان هيحبوها. وكده خلاص خلصناها. نمسك بقى كده نقطه زيت على كل واحده كده، نحط لها نقطه كده بسيطه خالص، علشان احنا مش هنقلي، احنا هندخل الفرن اهو. هنسوي الجنب ده ونرجع نسويه على الجنب التاني. وكده خلاص خلصنا الكرنبيت بتاعنا. بصوا تحفه. يا ريت تجربوه، هيعجبكم قوي. وبالهنا والشفا.